شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلي بأسناك فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلي بأسناك فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلي بأسناك يقود لله وللرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع بقاء وهو غال عن ندم شهدت أنه الإله وقدا وقدت مؤمنا إليه الوقدا فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما ذفت به لي الأيام أكرمني الذي له القيام بما ذبت به لي الأيام آتاني ذكر الرحيم الواقد وثرمة النحال غير جاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد ذفى إرادة لمن له العلم مع الحياة وثوم بثره قياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ماك به أماني لجنانه نماك سقط أنا بقذاب الأسنى وبصفات القديم الأصنام أستغفر الله تقمان ذو متابك من كل ما يقضي للعذاب إني إلى الرحمن ذو متابك من كل ما يقضي إلى العذاب سبحانه من غافرين ذنوبي أكرم به من ساتر الغيوب تبت إليه توبة نصوحا إنه يسترني القبيقا عفار يا جميل يا وهاب لغفر وجمل وقف ما نحاب فتاه أنت الأعظم شهيد وإنك الرحيم والمجيد ربي بقرمة القديم أحمدا اغفر ذنوبي وحالي أحمدا إني لذنبي الكثير أطلب مغفرة منك ومنك المطلب لك الوجود ربي والبقاء والملك والثناء لجد بتوفيق مع الغفران وبالرشاد ثم بالرضوان هب لي بالقديم غفران الذنوب جميعها وليغفرن كل غيوب هب لي بالقديم غفران الذنوب جميعها وليغفرن كل غيوب أنت نبينا فقط عبد الإله مفردي نذير في خلقي لم يرد
نويت إرداء الإله المنجد بقدمة الماحي البشير الأمجد تسليم مون جاد لي بالأفيد على الذي ملكته قد يدي نبى أذى قلبي ودر جسدي باقي النفى لغير نخو قصدي بررت ربي بسكور جيد على النبي المنتقى المؤيد يذكره وإنه ملتخدي كل وكان لي بما لم يجخدي يقول لي قدر كرام سجدي ناذع يمن فدة وعسجدي نذع أذرار الكتاب الأمجد بهذا لي واجب التهجد إلي قاد مننا لم تنفدي من لسواي ساق ما لم يفدي إلي قاد مننا لم تنفدي من لسواي ساق ما لم يفدي فرقني بذكره المقلد تبام مريا به وبلدي قلبت كل لمن لم يلد وليس مولودا بخير تهرت من غير ردم بالمفرد حبل ارتحالي ولي لم يرد الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالسلام عليك إذا ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفذا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الغلام إليك مني بذر مقدما في قدمة الذي القديم قدما يا الله صل أبدا وسلما على النبي كسراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير العلوم رحمن والذلمات على الذي تقديمه قد علمات سيدنا محمد والآل وذهبي بالآل والمال وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ذاق لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلمي على نبيك الطهير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل يا من يقود لمسلم مرة عليه قد تنير بالرام ولتواثل بشارات القدر مزحزحا لغير نخوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميع نبي قد ذميا صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يواصل لذي عسر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئات على نبي إن كان يمقو بحسن سوءا ويوقظ سعيدا من وثن نعم سفيه من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا هو الذي أرسله من خلق لغير
برحمة وتفقا وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك رسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قلمي وسنتني عن مرض وألم فأبد في آدابك ما غاب عن أكابر ذاتك ولي به قد جد بالكتاب بلا مكاره ولا كتاب فصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي غداك ترا على باب وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند مر والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم القالب وصل يا رحمن تسلم على مراد الأولياء والعلماء وصل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة سلوك الطاوية ولي أمدح جعلتك جهاد كل مجاهد هديت زجتهاد ولي جعلت جملة شهور لي قواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تذوق الأمام إلى رواية تربة ولجميع أملاكك الكرام إنك قريب إلى رواية سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقد بثاءات تدور سرمدا مني إلى صحابي يا من غبي قل لي المام وتجعل للأنبياء والرسل خير يديم سكرا وعسلا وترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وحدني كن يكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من اليوم فوق صلاة قبلت وصومي فقد بخطيب اقتبى من الغلوم أنت الكبير والكبير والعليم وكذب بخطيب ما اقتبى من الغلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصفعين عن كل ظالم وكل مدفعين وجل توالفي مثل مرشدي وبدني صغير وقلبي أرشدي أقدم عني بيت بثمن بلا إقالة أتبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور
يا من وهبت لي مرادي يا ذكور وصل يا رحمن والتسلمين على الذي به فككت ولمين سيدنا محمد والآل صحبه في الحال والمآل وصفني يقظتي ونومي وسق لغير جالبة اللوم وصف لي يقظتي ونومي وسق لغير جالبات اللوم وصف لي يقظتي ونومي وسق لغير جالبات اللوم وصف لي يقظتي بغير آفة وغير كدر هذا البرايا والقضاء والقدر بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وثلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني غلوم وغني يجد الملتقى خيرا يفوق في القال والمآل يا خير رفيق وغني يجد أهل بدر ثرمدا خيرا كثيرا وكتابة غمدا وأني يجد أهل وثعبه خيرا كثيرا وتنير بالأنبار وأني يجد جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وأني يجد الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتسد بالأكمل وأني يجد والدي وجميع من سره باسمي خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي افترى من غمة وذن غداك بسوى ما يفسد نحن نبيك وذن من قصد وذن غداك بعداك واصرف قلوبهم عن در تغرف واضرب قلوب المشركين لثواب در الذين أحسنوا ما سواب واشغل عبادتك بفعل الخمر لا باقتقام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما أساءنا لغيرنا فينهب مع سلام جالب لنا ثرور ولسوى جنابنا يبدي السرور على نبي عبدك الرسول من ليقاد رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل فجعل بجاه العظيم حديد دارا دائما لجندك فجعل كتابة ذات تدوم في المنتقى الذي لا ذرة القديم واجعل به قدي ذرورا أبدا لجملة الأملاك يا من غبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالقات لا تزال ناميات واصرف بها اللغين والأهداء إلى سواك والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن ثرمدا على من الغلا قتت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي غلمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجللا يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجللا فبخيادي يتذوق الوجرات
بغير نخوي أبدا والخجلا لليوم اليوم ما به قد سرت بشر القوم بلا أذى ولا لعن ولا قد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الحركات والثكنات قثنات بركات وقلت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من لديك نيتي وقولي وعملي ذكيت دون جولي يا من لديك نيتي وقولي وعملي ذكيت دون جولي فليخد فوق ثقلي والمنى فخد فغل أعلى غربات ومنى فليخد فوق ثقلي والمنى ففقد أعلى غربات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول الغام إلى ذي الحجاب يا من جعلت لي كل يوم فوق ثلاث قبلت وثومي ولي جعلت بك كل دار فوق عبادات ولا بداري ولي جعلت كل فضل وذنى فوق خيار من أدام الغذنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم ثم يا سلسلة مع سلام الأنبياء لا غلاب قلت لي ما يتاب بجاه الغذيم عندك بلا مكر ولا قساب أو نخوي بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتجذي عني خيرا لم يكن لغيري بلانتئا بلفظ كن وذلي اليوم بكوني عبدك قديمه عند جميع جندك والتجذي أيضا أهل بدر غني خيرا يفوق يا عظيم المن كلام يا ذمد إنك الأحد فخذ لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناذر كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزاد لي الدار بحمد وشكور وبردم بك وعنك يا ثكور قبلت لي من أثث لبلسسي منبها في ذاك عامل ثثي يا خير من لو توجع الفقير وخير من بي تأنث الققير أغنيتني بك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم عليهم بآله والمنتمي إليهم من سوابه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من غبدا أنذتني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا غتاب لك ذكوري إلى الجنان ولي أتبت النفس كالجنان يا خير من إليهم تمتد يدهم لنقاد منك للجنان الأبيض يا ذا الأراضي والسماوات العلى يا من له الخلق معا يا من على صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به
صدت لي لساني وقلت لي لك مع القذان يا ممي نورت لي جناني وقت لي ذادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وثوبه في الحال والمآل واجذ به أني والدي يا من به أمري رممت تيا واجعل حياتي لو ثرورا مؤبدا واذكر لي البرور وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي الغلا بك وسلم سرمدا عليه في آلي وزعبي لديه وهو الذي به جلط الحالك عن كل سالك وكل ثالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام أظهر الحق ودينك نذر مبثرا ومنذرا كمن انتصر واجعل بي قربتي مقدما مقبولة بل معظمة واجعل قروفها بشارات تنير قلب الذي بآية يا منير